المبدأ التاسع: حكم الشارع فيه. كلمة الشارع يعني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حكم تعاملنا مع التجويد هيكون من ناحيتين. أولا حكم تعلمه، إنك تتعلم الأحكام والمدود والغنن، وده اسمه كذا وده اسمه كذا. حكم تعلم التجويد فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به من يكفي سقطت فرضية تعلمه عن الباقين، وإن لم يتعلمه أحد منهم أثم الجميع. دي الناحية الأولى، حكم التعلم. طيب الناحية التانية حكم العمل به، يعني إن احنا نقرأ بالتجويد. اسمع: فرض عين على كل مسلم ومسلمة قرأ شيئا من القرآن، لأنه لا رخصة لأحد في تغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه. يعني لو مش دارس تجويد وعاوز تقرأ قرآن، كن مقلدا أقل ما فيها. خلي حد يقرأ قدامك كده واقرأ زيه، زي ما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عمل مع واحد من التابعين. قرأ القرآن أمامه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكلمة الفقراء لما ندرس تجويد هنلاقي فيها حرف مد بعديه همزة، يعني مد متصل، والمد المتصل حكم الوجوب. فقال له عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: ما قرأناش كده. قال: وكيف أقرأكم؟ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومد صوته بها. عشان كده نفهم إن تعلم التجويد مش فرض على المسلمين كلهم، لكن القراءة بالتجويد فرض على كل مسلم، فرض عين. يعني كل مسلم بعينه لازم يقرأ القرآن بالتجويد، لأنه لا رخصة لأحد في تغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه.